السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف قناتي منساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل من قلب مطبخك ومكونات بسيطة جدا قراقيش الأفران بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نخش بالمقادير بتاعتنا. معايا كيلو دقيق منخول، عليه 3 معالق سكر كبار، رشة ملح، خميرة فورية باكت. هنقلب المكونات دي كلها في بعضها كده، وهنزل أنا بعاير بالمج. هو عبارة عن 1.5 كوباية من زبدة على زيت أو سمنة على زيت، وهكتب لكم المقادير على الشاشة وفي صندوق الوصف. هبس بقى الدقيق بتاعنا كده لغاية لما يندمج كلته في بعض ويبقى زي حبيبات الرمل هنزل بالحليب بتاعنا. ممكن تستبدلي الحليب بمية دافية. معايا حوالي 2 كوباية حليب. زي ما قلتلك ممكن تستبدليهم ب2 كوباية مية دافية. وطبعا بننزل يعني بنسيب حوالي ربع كوباية لبن كده أو مية، بننزل بيهم حبة حبة كده علشان طبعا ما نكترش السوائل بتاعتنا لغاية لما العجينة تبقى ناعمة وكويسة زي ما حضراتكم شايفين. وكده أنا عجنتها وهشيلها طبعا من العجان بتاعها وهحطها طبعا في البولة بتاعتنا. وكده بقت عجينة ممتازة جدا، واشتغلي بيها على طول. هريحها حوالي 5 دقايق كده على الرخامة كده بإيديا، وهنزل بيها لغاية ما هديها كده لمها كده العجينة كده بإيديا عشان أنعمها أكتر. وكده هغطيها بالكيس أو استرتش عندك، هتقطعي بقى بالسكينة، تقطعي بأي حاجة عندك القطعة اللي هتاخديها، وبعد كده تغطي عليها تاني. هنفرد بقى، طبعا احنا ما بنخمرهاش، احنا بنريحها حوالي 10 دقايق بس، هنسيبها تختمر وهي على الصواني. خدت قطعة من العجينة كده وفردتها زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتساوي انت العجينة بايديكي، حابة ترققيها حابة تخنيها دي حاجة ترجعلك. وهوريكي السمك اللي انا استخدمته بالسكينة كده، ولم العجينة وسويها. وكده انا ظبطت العجينة هي قدامكم. الاطراف طبعا هتقطعيها، الطرف اللي الناحية دي واللي جوه كده بطرف السكينة كده، وهتقطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد من مطبخي. وكده انا قطعتها كده، وطبعا الصواني مش مدهونة اي حاجة. هنزل بقى ارص القرقاش بتاعتنا كده بالطريقة دي. احلى فطار وعشاء مع كوباية شاي. بصراحة دي حاجات الشتاء بقى والافران بقى. واشتغلي. هعمل واحدة معاكم كمان كده بنفس الطريقة، لازم تلفيها كده واليمة المتقفلة تبقى من تحت، وساوي كويس العجينة بتاعتك من الاطراف ومن الجوانب كده بنفس الطريقة. بالسكينة كده كانت اسهل حاجة معايا السكينة. لو حابة انت تقطعي الاطراف بالسكينة والجوانب وتسويها. وطبعا اللي بنقطعه ده بندخله في العجينة تاني. اذكروا الله وقولوا ذكر في التعليقات كده. هنحط بقى سمسم بقى كده وبايديكي وتتكي عليه كده علشان ايه يلزق معاكي. هقطع بقى الاحجام اللي انت عايزاها كده بنفس الطريقة. انا طبعا بقطعها بظهر السكينة علشان طبعا المفرش السيليكون بتاعي ما يتقطعش بالسكينة. وكده كنا عملنا معاكم احلى قراقيش. وجربوا المقادير موجودة في البيت. يعني انت ممكن تستبدلي الزبدة او السمنة بكوباية من الزيت، او تعمليها كلها زيت او تعمليها كلها سمنة او كلها سمنة على زيت. الزبدة طبعا لو انت هتسيحيها لازم تخرجي المية اللي فيها والمرتة بتاعتها عشان تاخدي منها، عشان تنشف معاكي وتبقى قرايش. اقطع بقى واكمل بقية الكمية
وارجع لكم تاني. مش حابة تحطي سمسم ما تحطيش، دي حاجة ترجعلك. ممكن تسيبيها سادة، ممكن تحشيها بالعجوة او بملبن او اي حاجة عندك حابة تحشيها. انا بقى في الصواني بتاعتي بدأت ارصها كده، وكده اكون انا خلصت الكمية بتاعتي بنفس الطريقة كده. وتعملي مسافات علشان هي بتختمر ما تلزقش في بعضها. وكده ادي الكمية بتاعتي ما شاء الله. من كيلو دقيق عملت حوالي يجي 2 كيلو قراقيش وشوية كمان. شوفوا الجمال، حاجة كده ريحتها جميلة، وريحة المخبوزات بتبقى جميلة جدا ما شاء الله. الله اكبر. كده بقى هسيبها تختمر حوالي ساعة لغاية لما تخلصي الشغل اللي وراكي. هتبدأي بالصينية اللي انت رصتها الاول، هي اللي هتدخل على فرن درجة حرارته 200 كده بالطريقة دي. شوفوا ما شاء الله جميلة، حاجة كده من الاخر. حبايبي ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. شوفوا ما شاء الله. والتسوية دي تبقى طبعا في ايديكي. شوفوا ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن حاجة كده روعة. شوفوا الجمال. يلا قومي حضري لأولادك من كيلو دقيق، وممكن تعملي نص كيلو وتقسمي المقادير بكوباية سمنة أو كوباية زيت تعملي نص كيلو. وادي الكمية اللي كانت معايا ما شاء الله. شوفوا مقرمشة وجميلة وحاجة كده من الآخر. شوفوا ما شاء الله، حتى التسوية ما شاء الله عليه. شوفوا الجمال، مفرغة من جوه كده ازاي، وحاجة كده روعة مع كوباية شاي بحليب كده. وأحلى فطار وأحلى عشاء. وفي أي وقت ممكن تحضري كوباية نسكافيه ومعها شوية قراقيش كده بألف هنا على قلبكم. وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين، واشوف وشكم على خير ان شاء الله.